السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك للجميع. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تعيدوا بالصحة والهنا وربي يسعدكم دايما ويفرحكم. أنا هذا الفيديو رايح يكون قصير، رايحة فقط ندير معكم وصفات خفيفة جدا، إن شاء الله تعجبكم. وكما قلت لكم حبيت برك نطمن عليكم ونسقسي عليكم. هنا كنت نشبي في الفلفل على الجمر، كنت نستنى العائلة نتاعي حتى يجوا من برا. هنا هذه الوصفة اللي حبيت نشاركها معاكم، بزاف بزاف بنينة. تحكمي اللحم، تحطيه في الاشوار، ترحيه، ومن بعد تضيفي له بصلة مرحية، وزيدي لها معدنوس مرحي، شوية ملح والتوابل اللي تبغي نتيا. انا درت زنجبيل ودرت شوية كركم وفلفل الكحل، متكتريش شوية برك، حنا ديما ما نكثروش التوابل باش ما تغيرلناش الريحه تاع اللحم. ومن بعد تحكمي هذيك الشحمه الرقيقه هكي تلقايها مغلفه بالكرش تاع الخروف. هذيك الشحمه الرقيقه صدقوني بنينه فوق ما تصوروا. تفرشيها وتاخدي كويره كبيره تاع اللحم مرحي وتفرشيها فوق هذيك الشحمه وترولي، تتحصلي على هذا الحربوش هكذا. ومن بعد تقطعيه بالموس الى شرائح وتدخليهم في اعواد الشواء. شوفوا المنظر تاعهم بزاف شباب، وصدقوني في البنه ما نحكي لكمش، يجوا هكذا معسلين مشمخين، يعني فيهم واحد لاصوص هايلين ما شاء الله. وحطيتهم على الفحم. هنا ثاني وجدت شويه الشوا، درت له غير برك، ما حبيتش ندير الخضر خاطركش من بعد يولوا يتحرقوا وانا ما نحبهمش يجوا محروقين. درت لهم غير شويه تاع الملح وشبيتهم على الفحم. مع هذاك الحميص اللي شويته ثاني فوق الفحم جا بزاف بنين. هذا هو عشانه خفيف ظريف. وقلت مره على مره نطلع عليكم فيديو صغير هكذا، على بالي بلي ماكمش تتفاعلوا صراحه، بصح هكذاك والله غير نبغي ندير معاكم فيديو ونبغي نشارك معكم اي حاجه تعجبني. ان شاء الله تكونوا دايما بخير. ربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.